المصيبة اللي اتكلم عنها جوردن بيترسون، عارف لما تدخل في حوار وتلاقي اللي قدامك يا إما بيحكي لك قصة عن نفسه، يا إما بيقطعك، يا إما باصص في السقف بيدور على النقطة البيضة في سقف أبيض، ساعتها بتحس بالإحباط كأنك بتكلم الحيطة وإن كلامك ملهوش قيمة. دكتور جوردن بيترسون الطبيب النفسي الكندي وأستاذ الجامعة في كتابه القواعد ال 12 للحياة حللنا المشكلة بقاعدة دي: افترض ان اللي قدامك ممكن يكون عارف حاجة انت ما تعرفهاش. يعني بدل ما تفكر احنا بعون الله بقى فاهمين كل حاجة، جرب تفكر ان الشخص التاني شايف الدنيا من زاوية مختلفة او مر بتجربة خلت نظرته اعمق منك. جرب المرة الجاية تسمع مش عشان ترد لكن عشان تفهم. اسمع كأنك بتكتشف مش كأنك بتحكم. هتتفاجئ قد ايه الحوار ممكن ينور لك فكرة او يعلمك حاجة كنت فاكر نفسك عارفها.